السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني وحبايبي ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض احلى صينية بطاطس وشوية رز كده معمرين في الفرن الغاز العادي بتاعنا خالص. وقبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. اول حاجة طبعا معايا مكونات صينية البطاطس. طبعا ده بطاطس ومقطعاها وحطها كده في المية عشان ما تسودش، ومعايا الطماطم معصورة، ومعايا الفراخ نقعها بالملح والفلفل، ومعايا بصلايه كبيره مقطعاها وحط عليها قرن فلفل اخضر. اول حاجه البصل هرش عليه شويه ملح كده بسيط، وعليه شويه فلفل اسود، وهدعك البصلايه بالفلفل والملح. اهم حاجه يا جماعه الخطوه دي، لان بتفرق في طعم البطاطس خالص. اهوت هدعكها كده لما تحس ان طلعت ميه في ايديكي، وانت بتدعكها كده بايديكي فبتحس ان فيها ميه، طلعت ميه او سردت ميه. وعلى البوتاجاز هنحط الصينيه بتاعتنا اللي هنعمل فيها البطاطس، واحط لها معلقتين كبار كده سمن بلدي كده حلوين اهوت. لما استنى يا جماعه لما السمنه تسخن قوي، وهحط لها بقى ايه، عندي فصين كده حبهان، وعندي بشره جوز الطيب هحطها في السمنه كده. ولو ورقتين لورا ماشي، بس انا ما عنديش صراحه، خلصان من عندي. استنى لما السمنه تسخن قوي، بعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي اهوت. يا جماعه شايفين طشطشه الفراخ؟ عشان لو حطيتيها والسمنه لسه ما اتقدحتش قوي، هتلزق في الصينيه معاكي ومش هتتحمر كويس. فانا عايزاها تاخد صدمه كده عشان ما تسرطش الميه منها يعني. بس كده هقلب الفراخ، هي اتحمرت على طول هقلبها. بس كده استنى لما تاخد لون واقوم شايلها بره. والله يا جماعه احلى صينيه بطاطس. دول كان عندي كده وركين في التلاجة، طلعتهم وقطعتهم، والرقبه بتاعت الفرخه وكده يعني، فهي هنعمل منها اكله اهوت. بس كده هشتلها، هي خدت لون هشتلها بقى خلاص. وفي نفس الصينية هرمي عليها البصلة اهوت، البصلة المتدبلة بالملح والفلفل وقرن الفلفل كمان معاهم اهوت. هشوحها بس تشويحة كده البصلاية تدبل بس. معايا بقى كده فصين توم، انا هرساهم، هنزل بيهم برضو يشوحوا كده يعني كل حاجة ما بتنزل بتدي ريحة كده يا جماعة، بتعمل ريحة. بطلع الريحة بتاعت البصل، وبعد كده بطلع الريحة بتاعت التوم. بس كده تشويحة بس كده، مش بحمره يعني ولا حاجة. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتي هرصها كده في الصينية. ارص بقى عليها كده الفراخ برضو. بس كده، وانزل بقى بالطماطم يا جماعة، انا عصراها في الخلاط. هنزل عليها كده في صينية البطاطس، واحط بقى التوابل بتاعتي اللي انا هحطها. انا حاطه فلفل كتير الفراخ عليها فلفل، والبصل عليه فلفل، مش هحط الا شويه فلفل صغيرين برضو، والملح طبعا في البصل. والفراخ برضو كنت نقعها بملح، فبتعملي حساب كل ده يعني كده. احط بس شويه فلفل اسود وشويه كاري، بس مش هحط اكتر من كده. وصينيه البطاطس يا جماعه وادخلها بقى الفرن. بس كده ده اخرها معانا، وادخلها الفرن. معايا بقى صينيه الرز المعمر يا جماعه. الرز انا غسلاه ونقعاه، نقعته يجي ساعه كده بس عشان يشرب الميه. عشان الرز لو اتنقع ما تنقعش في ميه يا جماعه، وحطيتي لبن صافي، عمر الرز ما يستوي. لازم الرز يشرب ميه الاول
او لو عايزه تنقعيه في لبن، وبعد كده برضو تزوديه شويه ميه مع اللبن. اللبن لوحده عمره ما يسوي الرز، مستحيل الرز يستوي في ميه بس. حطيت شويه ملح في لبن، بس لازم شويه ميه. انا كده نقعاه في الميه خلاص. حطيت له معلقتين سمنه برضو، وهحط له كده معلقتين زيت برضو بس عشان اللمعه بتاعه الرز، عشان بس يكون مفلفل. انا ما عنديش الصراحه قشطه، فانا بحب الرز بحط له قشطه، بس انا ما عنديش قشطه فحطيت له سمن بلدي اهوت. واحط له برضو معلقتين زيت كده 3. وحطيت الملح بتاعي يا جماعه، وانزل بقى باللبن بتاعي. اللبن اللي هو الحليب اهوت بالقشطه بقى، عليه قشطه اهوت، بس هو عشان يعني صابح او طازه يعني، فما عملش وش قوي يعني. فهو كده 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 يعني بخيره. بس واحطه بقى في الفرن بس، مش اكتر ولا اقل بس. ودي كان احلى غدا عندنا النهارده يا جماعه اهوت. صينيه البطاطس طلعت، وده الرز بتاعي برضو بدأ يغلي، بس في مقطع كده تقريبا ما تصورش، وهو بيبقبق كده فما صورتوش. فانا بقى طلعت الرز برضو اهوت. والله ريحته تحفه تحفه تحفه، والبطاطس ريحتها نار. وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.